السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتكم اليوم بفيديو جديد هو خمار المثلثات اللي هو توندونس من العام اللي فات هو توندونس في الحقيقة، إذا كان من قبل والله ما نعرف. نبدأ على بركة الله بالصلاة على رسول الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الخمار هنا يحتاج تقريبا إذا شرينا القماش، أنا عندي هذه دي شوت، قلت ندير بها خمار لمالا. هنايا عندي فايت 100 سنتيمتر، فايت 100. انا نحتاج 100 باش يغطي لي الذرعين مليح. نحتاج 100 كاري، هو يحتاج للقدامي واللوراني 100 متر كاري، والطبقات طبعا اقل. درك هنا كما راكم تشوفوا هنايا هذا رايحه نفصل به اللوراني. بيان سور رايحه نحيلو هذيك السفيفه هذيك، ما لازمش نخليها. دائما قلت لكم القماش كي تحبوا قبل ما تفصلوه نحولو هذيك السفيفه، لانه رايحه تشوه الحاجه اللي تفصلوها. هنايا انا كان عندي تقريبا نقولوا قريب 100 وقيله 98 ولا 99 سنتيمتر، وقيله 98 سنتيمتر. المهم تقريبا 100 هكاك. حنايا نحتاجو 100 اذا حتو تدوروا عليه يعني طويل ولا باش يغطي لكم الذرعين ويكون حاجه يعني مستوره مليحه. تحتاجوا 100 سنتيمتر كاري، 100 في كل جهه كما راكم تشوفوا هنايا. هنايا او عندي تقريبا 100 رايحه نطبقها بهذه الطريقه. انا كنت رايحه ندير لكم التطبيق على الورق، بصح قلت لا، في القماش احسن. وقلت مادام عندي هذو لي شوت، قلت منو نفصلوا لكم ونخدم به الفيديو هذا باش تشوفوا طريقه التفصيل. هنايا هي نورمالمون كي نفصل، كي يعود عندكم مثلا القماش هو يرفد 2.5 متر. كي يعود تشروا القماش وتطبقوه كيما هكا، لازم يكون على مرتين، لازم يكون 2 طراف تاع 100 كاري من كل جهه. هنايا هاني نقيس فيه، هنا يطلع اقل من 100 سنتيمتر، بصح ما عليش يعني قريب 100 سنتيمتر. هو اللي يتباع تلقاوه اقل من 100 سنتيمتر، يديروه تقريبا 80 او 75، ما بين 75 و 80 سنتيمتر. تلقاوه مش مستور يعني ياسر. هو 100 سنتيمتر يجي مغطي الذرعين، يجي روعه. هنا كما تشوفوا هاني قصيت 100 كاري هذا تاع اللوراني، والقدامي نفس الشيء. انا يعني ايتاب بايتاب نوري لكم كيفاه تفصلوا. دركا هنايا رايحه نحكم جهه الراس، هذه جهه الراس كيفاه نفصلوها تفصال بسيط. طول هو بسيط هذا الخمار في التفصال تاعو. هنايا رايحه نقيس 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر في الجهه المفتوحه و15 سنتيمتر في الجهه الاخرى. كما راكم تشوفوا راني وريت لكم القياس. 15 سنتيمتر تكفي مليح، وندير خط. هنايا بعد ما نربطهم بخط هذو النقاط اللي درتهم، رايحه نفصل. انا شويه في الفصاله دورتهم، بصح نتوما ما تحتاجوش باش تدوروهم، قصوهم ديريكت مسقمين، ماهيش يعني حاجه مشكله، مش لازم انه يتدور ولا طريقه الفصاله. هنا هذا اللوراني تاعنا يجي كيما هكذا. هذه جهه الراس ماكم تشوفوا فيها، وهذيك اللي مفتوحه منا ومنا هذيك جهه اليدين.
والقدامي يتفصل بنفس الطريقة، نفس القياسات، نفس الطريقة، وما ننصحكمش انكم تنقصوا منها. كاين اللي ما يحبوهاش تكون طويلة المثلث القدامي تاع الخمار، كاينين اللي ما يحتاجوهاش تكون طويلة. هنايا في جهة اليدين كاينين اللي يديروا 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر غير قليلة. انا هنايا درت 88 سنتيمتر طلعت لي في جهة اليدين. وهنايا رايحة نفصل هذيك القطعة اللي نربط بها الخمار من الداخل، اللي تجي في الجبهة، ونربطوها كي شغل كيما البوندانة تاع الراس، وهي واحلة في الخمار. انا هنايا هذه كشغل قصيتها بصح ماهيش قد ماهي جايه ناقصه شويه، غير طرف يعني فضل لي. هنايا جهه هذيك اللي مسقمه صغيره، هذيك اللي راح دركاني، هذا هو القماش اللي راح نفصل. هنايا انايا نحتاج الربطه تاع الراس، الطول تقريبا نقولوا 100 سنتيمتر هكاك، بصح انا درت اقل من 100 سنتيمتر، ما نحتاجوش هذه 100 سنتيمتر كامل. والعرض نحتاجو 24 سنتيمتر، من 20 ل 24 سنتيمتر، يعني كي طبقوا القماش نحتاجو 10 ولا 12 سنتيمتر. والطول كما قلت لكم اقل من 100 سنتيمتر، هو نورمالمون ديروا 100 سنتيمتر، بصح كي يعود القماش يعني يفضل لكم الداخل مشكله. انا ننصحكم انكم تقيسوا المحيط تاع الراس تاع الزبونه ولا تاع مولات الخمار اللي راح تلبس الخمار، تقيسوا لها المحيط تاع الراس تاعها، وتزيدوا تقريبا 15 سنتيمتر هكاك من كل جهه، لانه 15 سنتيمتر تكفي باش تربطوا العصابه تاع الراس، ربطه تاع الراس. هنا كما راكم تشوفوا هاني نقيس، انا درت اقل من 100 سنتيمتر، وانتم قيسوا يعني المحيط تاع الراس، وكما قلت لكم زيدوا 15 سنتيمتر من كل جهه باش تربطوا به، حق يعني ما تربطوا. كي يكون مثلا 50 نقولوا محيط الراس 50 سنتيمتر، كي تلقي محيط الراس تاعك 50 سنتيمتر تزيدي 30 سنتيمتر، اي 50 60 70 80 سنتيمتر. قلت لكم 100 سنتيمتر ياسر، يعني كيفضل لكم القماش ملكلك لداخل ما عندكم ما ديروا بيه. كي تفضل لكم قدر 15 سنتيمتر على محيط الراس تكفي باش تربطوا عقدة يعني مليحة لداخل. كاين اللي يديروا استيك، انا ما ننصحهمش باللاستيك لانه ماهوش براتيك. كاين اللي يديروا تشيك تشيك، ما ننصحهمش ثاني بالتشيك تشيك. هنا انا راح انا قصت 8 سنتيمتر، ورايحه نحي هذيك الزايد باش نبدا نفصل في ربطه الراس. ربطه الراس هي بسيطه، طول غير بارك تفهموا لها العفسه تاعها خلاص. هنا كما قلت لكم نحي هذيك السفيفه باش ما تعطلنيش في التفصال. هنا انا كنت رايحه ندير هذا الطرف كامل بصح لقيته عريض، نقصت منه شويه. هنا انا نحتاج تقريبا نقولوا 12 سنتيمتر، كما قلت لكم من 10 ل 12 سنتيمتر، وهو القماش مطبق بيان سور. انا درت 12 سنتيمتر، اي هي 24 سنتيمتر، لانه هنايا كما راكم تشوفوا القماش راه مطبق
على زوج. هذا واش نحتاج 12 سنتيمتر. مليحة، تقدروا تقولوا يعني قياس لاباس بيه. هنايا دركا نروحو طريقة التفصيل. طريقة التفصيل الثاني بسيطة طول. دركا هنايا شوفوا، دركا هنايا بعد ما نقص الزائد هذاك، انا كنت راح ندير لكم التطبيق كما قلت لكم، ندير لكم التطبيق تاع هذا الخمار في الورق، من بعدها قلت نو في القماش احسن. دركا هنا دائما كي تعودوا تفصلوا بعدو القماش اللي فصلتوه قحزوه بجهة. بو هنا راني قصيت القماش الزايد، وهنايا رايحه نطبقها على النص. طول هذاك راح نطبقه على النص. دركا واش ندير، رايحه نقيس من النص في جهة التطبيق، مش الجهة المفتوحة، جهة التطبيق رايحه نقيس نفس القيس تاع الفتحة تاع الراس اللي قبيله في تحتها في الخمار كما راكم تشوفوا. هكا هنا تشوفوا بالتفصيل هذه الفتحة تاع الراس. دركا رايحه نقيسها وهي مطبقة كما هكا. انا طلع عندي 16 سنتيمتر وقيله ولا 17 سنتيمتر. هذا نفس القياس رايحه نهزو ونقيس به هنا الجهة المفتوحة مش الجهة المطبقة. هنايا نبدا نفصل. ممكن تشوفوا انا ما خططت ما والو، غير بارك حطيت القياس، انا شديت القياس خلاص نبدا نفصل. نتوما حطوا نقطة بالطبشورة. هنايا كي شغل نفتح فتحة ونقص من القماش هكا باش تكون جهة الربطة تاع الراس لازم تكون رقيقة، باش تكونش يعني القماش هكا ملكلك، ونخيطها ونقلبها. جاتني مليحة. دركا هنايا نحطها بجهة ورايحة نفصل القدامي. بون هذاك البني هذاك او اللوراني، وراح ندير فوقه طبقة من هذا اللون الأسود. هذا القماش ما قلت لكمش من في بداية الفيديو، هذا قماش برادا تاع العبايات ثقيل. نتوما ماذا بيكم وكانت ديروا برادا يكون شوية خفيف، لأنه بكل صراحة جاني هذا ثقيل. هنايا جاني أقل من 100 سنتيمتر ثاني. بون بصح معليش نورمال. ما قلت لكم كاين هذو الخمارات اللي يديروهم من يديروهم من 75 ل 80 سنتيمتر. وانا القياس تاعي تقريبا حكمته 100 سنتيمتر. قلت كعاد القماش كاين مكان له نقص، يعني مش رايحه يعني نروح نشريه ولا. ثم اذا شريتو تحتاجوا مترتين ونص هكاك ولا 3 مترات، لانه كي تحبوا ديروا فيه طبقات رايح يرفد لكم ياسر القماش. بون على بيه انا قلت لكم القماش اذا شريتو برادا شروه يكون رقيق، لانه برادا كل ما يثقل السومة تاعو تكون قالية. كاين اللي ب50,000 للميترا، كاين اللي ب60، كاين حتى اللي فايت 100,000 للميترا. تلقاوه ثقيل ياسر، تاع هذاك تاع عبايات، داك تلقاو فيه الحرير جاي كي شغل هكا شويه
ما فيهش البوليستير ياسر، تلقى غالب فيه شوية الحرير. راكم تعرفوه كي تشوفوه في الرولو تلقاو يبري. بون القدامي نفصلوا بنفس الطريقة تاع اللوراني عادي. طبقت القماش كما قلت لكم، لقيتو قريب المتر، قريب المتر كاري. فصلت الجهة تاع الراس، هذيك الفتحة ذيك تاع القدامي تجي تحت الذقن، وهنايا رايحة نقص قد قد. وهذا الطرف اللي يبقى هذا رايحة ندير بيه الطبقة تاع اللوراني. انا درت طبقة واحدة لانه القماش ما عنديش وماهيش امدني، انا غير برك حبيت نوري لكم فكرة التفصال تاع هذا الخمار بالتفصيل الممل. ان شاء الله ما تكونوش مليتوا، واللي لحقوا لهذه المرحلة من الفيديو نقول لكم اللي مازالوا ما اشتركوش يشتركوا في قناتي ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل شيء جديد، واللي مشتركين حطوا لايك، وكامل كامل مش غير اللي مشتركين، حتى اللي ما مش مشتركين حطوا لايك وكومنتير. واذا حبيتوا يعني كاش ما هكا نفصل لكم حاجه، نوري لكم ندير لكم باترون ولا نوري لكم طريقه تفصال حاجه نورمال، طلبوها مني في التعليقات وان شاء الله اذا قدرني ربي نديرها لكم. بون انا هذا القماش اللي بقى هذا رايحه ندير به الطبقه الفوقانيه، تجي فوق هذاك البيج. هاي وين راهي هنايا، انا نزلت لها طرف لانه ما كفاتش، جاي كشغل جاي بالطول، جاي مستطيل هكاك. كي زدت لها بياسه هاي ولات قد قد. دركا هنايا نورمال نحطها. نتوما اذا حبيتوا ديروا زوج طبقات اخرين باش ديروا 3 طبقات، قيسوا 15 سنتيمتر بين كل طبقة وطبقة. مثلا الخمار الأول، الطبقة الأولى تقيسوا الطبقة الثانية أقل منها ب15 سنتيمتر، وتزيدوا الطبقة الثالثة ثاني تزيدوا تقيسوا 15 سنتيمتر وتحطوها. هنا الحاشية ديروا لها سيورجي عادي، هنا راني نحفي الحاشية اللي زايدة باش تسهل لي في التفصال. هنايا رايحة انا نحطو ديريكت هو غير طبقتين، انا الخمار تاعي درتو غير طبقتين وجاني الصراحة مليح، يعني مستور ومليح. ربي يستر بنياتنا ان شاء الله ونساء المؤمنين كامل. بون هنايا راح نفصل الفتحة تاع الراس. هنايا وعندي الخمار مفصل، ما نحتاج يعني باش نقيس ولا، غير نحط القماش ديريكت ونفصل. دركا هنايا انا رايحة نخيط هذو الطبقتين مع بعضهم، نخيطهم في جهة الفتحة تاع الراس ونخيطهم في جهة تاع هذيك المفتوحة تاع الكمام، جهة الأكتاف. برضو كنروح نخيطها ونجيبها، ومن بعدها نوحلها هذيك الربطة تاع الراس. وبيان سور لازم نكفها قبل لازم نكفها قبل ما ندير لذاك، قبل ما نوحلها. انا ما عنديش ماشينه اللي دير السيرجي، ماشينه تاع السيرجي ما عنديش، يسمى درت لها زيكزاك برك، نطبق القماش تطبيقه واحده ونعقب عليها بالزيكزاك. بصح اللي عندها سيرجي ولا تصيب يعني دير سيرجي، دير سيرجي احسن. ما هاكم تشوفوا هنايا ان بعد ما نخيط الربطه تاع الراس نوحلها في هذه الجهه.
ونزيد ندير نكف الجهة القدامية ونخيطهم كامل مع بعضها. دونك هنا راح نوري لكم كيفاه راح نخيطها. درك انا نحطها هنايا فوق بعضها، نخيطها قبل في جهة الفتحة تاع الراس، ومن بعد نخيط في هذيك جهة الكتاف بعد ما نكف طبعا بعد ما ندير السيرجي. نتمنى انه كل شيء واضح. هنا يعني كفيتها ووحلتها كما راكم تشوفوا. انا ما صورت لكمش من كنت نخيط لانه السيبور تاعي تكسر وثاني شوية الدنيا ظلمة، يعني ما حبيتش نزعجكم بالظلمة ذيك. هنايا كما راكم تشوفوا هنايا ها راح نوحل دركا هذه الربطة تاع الراس، نفتح في الفتحة تاع الراس ونكف الجهة القدامية هذه الكحلة. بعد ما نكفها ندير لها السيرجي نوحلها ديريكت كما هنايا هاكم تشوفوا راني وحلتها. دركا نجي نحط هنايا راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نحط جهة الفتحة على الفتحة، وهذيك الفتحة تاع جهة الذقن هذيك غير نكفها برك نورمال، غير تتكف برك كفة بسيطة. بعد ما نكفها نوحل نحط القدامي مع اللوراني ونخيطهم مع بعضهم وندير لهم زيكزاك باش ما يتفتحش القماش. اللي عنده السيرجي دير السيرجي، كانش اضمن من السيرجي. صح الزيكزاك اللي ما عندهش السيرجي زيكزاك يفي بالغرض. هو على العموم قماش برادا ما يتفتحش، هذه الميزة اللي فيه يعني مليح في هذه الناحية انه ما يتفتحش. درك هنايا نروح نخيط الخمار تاعي ونكفو بيان سور، ندير له كفة. هنا الخمار تاعي هاو تخيط ودرت له الكفة وكامل كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاعو النهائي، ونتمنى انه عجبكم الموديل وانكم فهمتوا الطريقة. اذا ما فهمتوش ندير لكم بالتفصيل على باترون تاع ورق، اللي حابين يحطوا لي في التعليقات. وان شاء الله نديره لكم بالتفصيل على الورق، لانه كاين اللي يفهموا على الورق احسن من القماش، كاينين لا يفهموا على القماش. كما قلت لكم هذا الخمار راه غير متر كاري ماكم تشوفونه. هنايا هذا حبيت نوري لكم واحد لاستيوس انايا درتها ولاحظتها انه كي تركعوا ولا تسجدوا، كي الوحده تسجد ولا تركع هذيك الطبقات الفوقانيه تطيح لقدام، طيح وتغمك يعني هك تجي قدام ممكن حتى تقلب الخمار كامل. انايا حكمتها هنايا كما راكم تشوفوا، حكمتها تقريبا نقولوا تحت النص هكاك، نعدل مليح الخمار تاعي الطبقة تاعي، الطبقة الفوقانية مع الطبقة التحتانية،
ونشد مركز في بلاصة هكا، لازم القياسات تكون مضبوطة قد، لازم يكون النص مع النص باش ما يجيكمش مجاونح ولا أعوج بجهة، ونحكمو بزيبانقل ومن بعدها نديرلو غير برك خياطة هكا زيقزاق، ولا هو من الأحسن تكون خياطة زيقزاق، ممكن يكرمش لكم القماش وكي يكمشو يكون فيه هكا ديفو من بعيد يبان. انا حكمتو ديريكت بخياطة قدر يجي 3 سنتيمترات او 4 ولا 5 سنتيمترات هكذاك خياطة، وطبعا من نفس اللون باش ما يبانش، ويشدوا بعضهم يعني مليح. هنايا هاكم تشوفوا راني نشد في القياس مضبوط قد باش نعرف وين نحط هذيك الخياطة. هنايا هاو كمل الخمار تاعنا، وشكرا.